ابدأ بتجهيز 8 شرائح من الخبز. خذ أول شريحة، وضعها على الجهة الخشنة من المبشرة، واضغط عليها جيداً بالمدلك تماماً كما أفعل. ابشر 150 غراما من جبن الموزاريلا، ثم ابشر 100 غرام من لحم الديك الرومي أو المرتديلا المطبوخة بنفس الطريقة. الآن أزل القشرة عن إحدى شرائح الخبز. لتحضير الحشوة، أضف لحم مطبوخ حسب الرغبة، جبنة موزاريلا حسب الذوق، رشة أوريغانو، ثم ضع فوقها شريحة خبز أخرى بدون قشرة. أغلق الساندويتش بالضغط عليه باستخدام شوكة كما ترون. كرر نفس الخطوات مع باقي الشرائح والحشوة. انقل الجميع إلى صينية فرن كبيرة. ادهن الوجه ببيض مخفوق. أدخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً على 180 درجة مئوية أو 350 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر الخبز ويذوب الجبن. وهكذا الوصفة جاهزة. قدمها واستمتع بالمذاق الرائع. نلتقي في الوصفة القادمة. إلى اللقاء.